عم جمال، يعني حسيت ان المصريين كلهم حسوا بآلامك وعزوك وشالوا ابنك على راسهم؟ كل مصر بقضائها وجيشها وشرطتها وقفوا معايا. كل مصر لو حصل لأي مصر حاجة بيحسوا بيه، لأن مصر ولادة. مصر أم التاريخ، تلتين تاريخ العالم في مصر. حتى إيطاليا نفسها خدت مثالنا من مصر عشان تعمل بها ميدان هناك. فلازم نحافظ على 3 حاجات. ال3 حاجات دول هم أساس الدولة: القضاء، الجيش، الشرطة. مش عايزين أي ركن من الدولة ينقص، لأن هي دي دولتنا. نحافظ عليهم. وهنحافظ عليهم إزاي؟ هنحافظ عليهم لما الشعب المصري، الناس الشعبيين والناس الموظفين والناس العمال اللي شايفيني وعارفيني في محافظة الدقهلية يعرفوا إن إحنا كلنا ورا ال3 حاجات دول. وال3 حاجات دول مش هيبقوا ثابتين إلا إذا رحنا يوم 14 و15 وعملنا حاجتين: نعم للدستور ونعم للسيسي. بكده يبقى احنا خبطنا الاخوان الارهابيين في مقتل. ولازم الحكومه تعرف ان كل حي شعبي، انا بتكلم على الاحياء الشعبيه، كل حي شعبي عارف مين فيه اخوان. لو قبضوا على الناس دول حاليا ما يقبضوش، احنا نجيبهم لهم. احنا مستعدين كل واحد في الدقهلية كلها يجيب الناس الاخوان اللي فيها ويسلمها لهم بدون نقطة دم. احنا مش بلد بتاع الدم، احنا بلد ربنا خلقها نسيج واحد، نسيج مش موجود في العالم كله. عم جمال، انت عامل لي ابهار، يعني بجد عامل لي ابهار. انا هرجع لحضرتك بس علشان انت بتتكلم على التاريخ والمسلات اللي راحت روما.